في ألباني الشخص يستأجر شقة الأول ولا بيت أحسن؟ بالنسبة لي أنا من وجهة نظري شقة، لأن إيجارها هيبقى أقل. يعني انت لسه جاي تأجر بيت ليه؟ شقة ايجارها بيبقى اقل، فالديبوزيت بتاعها يبقى اقل، فمستلزماتها ومتطلباتها وفرشها اقل. في الشقة اللاند لورد او مالك الشقة بيبقى مسؤول عن كل حاجة في المكان. يعني لو لمبة انحرقت انت ممكن تكلمه تقول له اللمبة انحرقت تعالى غيرها لي. لو في تلج في الدرايف واي ممكن تكلمه تقول له في تلج في الدرايف واي ابعت عربية تنظف. الايجار بيغطي كل الحاجات دي، اللاند لورد هو المسؤول عن كل حاجة في المكان. وفي شقق اوضتين، وفي شقق 3 اوض، وفي شقق اوضه، يعني على حسب. في اوبشنز كتير. انما بحس ان ايجار البيت مسؤوليه، وفي الاخر ما هو انت مأجره، يعني انت مش هتعرف يعني اما تطلع تعمل حاجه فيه، ولا تعدل في حاجه، ولا تظبط حاجه قدام البيت ولا ورا البيت، ولا انت استفدت ايه غير ان انت زودت مسؤوليات على نفسك. ايجار شقه حاجه مختصره، حاجه ملمومه، حاجه تعرف تفرشها، حاجه تظبط فيها الدنيا لحد ما تكبر شويه.